السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديال كيد سبورت، مرحبا بكم معنا. اليوم جينا نهضروا على واحد اللاعب اللي تنحبوه جميع، واحد الأسد من أسود الأطلس اللي شرفنا جميع في كأس العالم وحتى مع الفريق ديالو. وهذا الأسد هذا اليوم هو النهار اللي تزاد فيه 21 غشت، لذلك احنا جينا باش نعاودوا نشكروه مرة أخرى ونهضروا عليه شوية والمسار ديالو والانتقال ديالو. هذا الأسد هو سفيان أمرابط. إذن على بركة الله وبالصلاة والسلام على رسول الله نبدأ البودكاست. عائلة أمرابط هذا ماشي هو اللاعب الأول اللي غادي تعطينا، أو بالأحرى ماشي هو المقاتل الأول اللي غادي تعطينا. أعطتنا من قبل لاعب نور الدين أمرابط اللي شفناه في كأس العالم 2018، واللي لولا بعض الأمور الخارجة عن نطاق الرياضة لكننا مشينا بعيد وكنا نشوفه تتألق أكثر وأكثر، وهو اللي طاح على راسه وكمل المقابلات كأن شيئا لم يكن. هاد الناس هادو معروفين بالتضحيات، وجاء الأخ ديالو الأصغر اللي هو سفيان أمرابط وشفناه كيفاش كان في كأس العالم، وكيفاش شرف المغرب أحسن تشريف، كيفاش لعب المقابلات وهو مضروب، كيفاش بزاف ديال الأمور. هذا بالنسبة لنا احنا كمغاربة اللي تنتشرفوا به وتنشكروا عليه لأنه أدى الواجب الوطني ديالو على أكمل وجه. المسألة الأخرى هي أنه سفيان أمرابط ننظر إليه بأعين تقنيين من جميع أنحاء العالم، ولا المواقع المهتمة بالإحصائيات كل شيء تكلم عليه، لأنه أي حاجة جيتي لها تتلقى الاسم ديال أمرابط من الأوائل فيها، سواء المسافة المقطوعة، سواء الكرات المقطوعة، سواء عدد التمريرات. يعني كان سفيان أمرابط حاضر دائما، حتى أنه في مقابلة ديال إسبانيا مثلا حصل على 100% في النزالات ديالو مع لاعبي الإسبان. يعني تتهضر على إسبانيا تتهضر على أحسن وسط ميدان في العالم أو من بين الأحسن. يعني فاش تقارع الكروات، تتقارع البرتغاليين، تتقارع الفرنسيين في وسط ملعبهم، تجري ذاك الركضه مع كيليان مبابي. يعني انه انت واحد الانسان اللي اعطيتي كل شيء الغالي والنفيس للمنتخب المغربي. ومن بعد رجوعه من كأس العالم شفنا كيفاش لعب بقتالية مع الفريق ديالو اللي كان معاه منذ البداية إلى النهاية، وهو واحد الإنسان اللي تيشرف البلد ديالو وتيشرف حتى الفريق ديالو باللاعب المتميز. يعني لاعب كهذا بهذه الأرقام هذه كيفاش ما ينتقلش في بداية الميركاتو، كيفاش ما يكونوش الفرق الكبرى في العالم تتهافت عليه باش تجيبه. هنا ما بغيناش ندخلوا لهذيك الأمور ديال نظريات المؤامرة وهذه المسائل، ولكن بعض الأحيان منين ما تتلقاش تفسير تتقول ما هذا يا هذا، شنو هو اللي واقع، شنو هو المشكل، كيفاش لاعب بكل هذه الأرقام هذه ما ينتقلش والسن ديالو ماشي سن كبير. يعني اليوم اللي تنهضروا فيه كمل 27 سنة، يعني في المركز ديال وسط الميدان باقي عنده على الأقل واحد 6 سنوات أخرى اللي غادي يقضيها في أعلى مستوى إن شاء الله. يعني فاش تدير مودريتش في جيبك في كأس العالم وتدير بوسكيتس في الجيب الآخر وتتلعب المقابلات ديالك بدون مركب نقص، ومن بعد تجي تلقى أنه اللاعبين الآخرين تتهافت عليهم كبار الأندية ولا تستمروا مع الأندية الكبرى ديالهم كريال مدريد مثلا، وانت الفرق ما بغاش تعطي فيك ولو حتى واحد المبلغ اللي يعتبر بسيط وزهيد جدا لطلبة فيورنتينا. يعني بحال هذه الأمور هذه تحز في القلب وتتبين لك بأننا نرى العالم اللي عايشين فيه فعلا، وخا يدعي المثالية، وخا يدعي حقوق الإنسان، وخا يدعي أنه كاين هناك مساواة، هادشي في الحقيقة لا وجود له على أرض الواقع. الجنسية ديالك تتلعب دور كبير، ولازمنا نعيش في ثوب العنصرية بغينا ولا كرهنا. كاين اللي ما غاديش يرضى بهذه المنطقه هذا وغادي يقول لا حنايا كذا غير اللاعب ديالنا ما مشاش وهذا لا، ولكن ولو انه يمشي دابا كاينين مفاوضات ديالو مع ليفربول ومفاوضات ديالو مع مانشستر يونايتد، ولكن كن على يقين انه لو كان هذا اللاعب يحمل الجنسيه الارجنتينيه او البرتغاليه
او البرازيليه او الفرنسيه او الالمانيه كان يحمل هاد الجنسيات هادو، ما غاديش يتسنى حتى الاخر الميركاتو، ما غاديش يتسنى حتى جوج فراقي مازال ما مبينينش شنو كاين وتيتسنى يعني كانت غادي تكون الفرق الكبرى ديال البطولات الخمس الكبرى كلها دايره عينيها عليه، لانه المركز ديالو هو واحد المركز حساس، هو الرئه ديال الفرق كلها. يعني اي فريق فمركز الارتكاز تيكون واحد المركز مهم جدا، ولا توفق انه يكون عنده واحد اللاعب اللي في الطينه ديال الامرابط فانه غادي يدهنا كتير، وغادي يخلي اللاعبين الوسط الاخرين يلعبوا بواحد الشكل اللي فيه اريحيه اكثر وفيه مردوديه اكثر للفريق ديالهم. المهم نتمنوا للسي امرابط انه ان شاء الله الايام الجايه تجيب نبأ صار لنا كاملين كمغاربه، لاننا نحترمه كثيرا لما قدمه لنا كاملين، ونحترم فيه كذلك النخوة المغربية وحبه لوالديه وللتضحيات الجمة التي يقوم بها فاش تيكون تمثل المنتخب ديالو أو الفريق ديالو باسم المغرب. إلى هنا ينتهي البودكاست ديالنا اليوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وإلى الملتقى.